السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. انا كده واقفة على باب المطبخ، حبيت اوريكم بس مطبخي بعد التجديد وبعد العيد وبعد التعب اللي انا تعبته فيه. بصوا كده اهو، دخلت في باب المطبخ. اول ما اخش كده هنا حاطة التربو، وحاطة اللي هو المنظم السلك. التربو طبعا زي ما انتم عارفين، بصل وبطاطس، والاتنين اللي فوق دول فاضيين ساعات بحط فيهم حاجات. وطبعا ده الخزين زي ما شفتوا طبعا اهو، وانا نظمته ونضفته قبل كده معاكم. ودي الرخامه، انا مطبخ صغير يا جماعه، قطعتين، قطعه فوق اهو، قطعه فوق، والقطعه اللي تحت دي اهو. بعد كده هنا في حته زياده، هنا انا حاطه رخامه، حته رخامه على الانبوبه، حاطه فيها الزيت والخل والسكر والكبريت. وده البوتاجاز بتاعي طبعا بعد التنظيف. وزي ما انتم عارفين التعب بتاع رمضان، انا ما قدرتش بقى انطط معاكم ولا اظبط، يعني الوقت كان ضيق اهو. يا ريت الاناره او الاضاءه تكون واضحه، شايفين؟ ده الترمس يا جماعه، لسه توي كنت عاملاه. الترمس طبعا طريقته بسيطه كلنا عارفينها. ده البوتاجاز بتاعي. بصوا الفكره دي حلوه على فكره، انا يعني لسه منضفه فما كملتش، لسه الزراير ما ركبتهاش، هركبها دلوقتي. بس انا يا دوبك خلصت قلت اوريكم اهو. بصوا فكرة ان الحتة اللي فاضت دي مني من التلاجة، انا حبيت استغلها فحطيتها على البوتاجاز كده اهو، اهو تحت وفوق وفي ايده. دي يا جماعة الغسالة بتاعتي نص اوتوماتيك، طبعا قديمة خالص، نوعها سانيو اهو، فيها فترة كبيرة عندي الغسالة. وده عندي هنا حتة منور كده صغير، حاطة فيه الغسالة العادي، وحاطة فيه يعني شوية جرادل وشوية مية وكده. ودي الرخامة اهو، ودي المطبقية، ودي علاقة صغيرة كده حطها فيها الفرش والمعجون والحاجات دي. وده المنظف بتاع الجريل اهو. هنا تحت الحوض ده جردل فيه شوية مية ولسنة الأكل اهو. والسلة انا اهو ركناها هناك عند الغسالة. دي كانت جولة بسيطة في مطبخي، ياريت يعجبكم. طبعا حاجاتي بسيطة، ياريت المطبخ بتاعي يعجبكم. طبعا يا جماعة ده مش سيراميك، ده برضو ورق. ده كان في النهاردة، ياريت يعجبكم. دي جولة في مطبخي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.